يا مساء الفل، يا مساء الفل على حضراتكم جميعا، واهلا وسهلا بحضراتكم جميعا وحلقه جديده من المدرج. توقعات الاهلي والزمالك دايما الناس الاهلاويه بيشوفوا الماتش رايح في حته معينه، ودايما الاهلي راكب الماتش، وفي اخر 4 ماتشات الزمالك مش عارف يكسب الاهلي. الزمالك داخلين الماتش المره دي بالذات وفي معنويات مرتفعه، دعمت بصفقات محترمه جديده، الفريق بقى فيه اغلبيته لاعيبه كره محترمه. الى حد ما الزمالك بقى يقف على رجليه. عكس غير ده كله، انت حضرتك اتأهلت او نادي الزمالك بقى خلاص هيلعب في سيمي فاينال الكونفدرالية الافريقية بالمستوى العالي اللي بيزداد تدريجيا من اعلى لاعلى اعلى مع المدير الفني البرتغالي بوزي جوميز. تعيين ابراهيم نور الدين اللي من وجهة نظري هو احد اخطاء الكارثية للجنة الحكام او اتحاد الكرة بالكامل ورابطة الاندية بتعيين كابتن ابراهيم نور الدين حكما للقاء مهم زي ده. دايما كابتن ابراهيم بيسيب انطباعات عليه بالسلب. انا ما بشوفش اصلا كابتن ابراهيم في اي ماتش غير لازم تحس ان هو عايز ياخد اللقطه، صاحب لقطه. ليه اخطاء كارثيه مع الاهلي وليه اخطاء كارثيه مع الزمالك. الصور اللي بتظهر له على السوشيال ميديا دي لوحدها اصلا بتحطه في حوار، وعامله له مشاكل وعامله له وجع دماغ. فانت تجيبه وتحطه في ماتش مهم زي ده، وتجيب اعتراضات من الجانب الاهلاوي واعتراضات من الجانب الزملكاوي، وفي الاخر انت تقف تتفرج والله اعلم الماتش هيبقى عامل ازاي. ده كله تحت بند اصل كابتن ابراهيم نور الدين اخر موسم ليه وهيعتزل، فلازم نديله ماتش مهم زي ده. يا سيدي الفاضل، انت ممكن تهديه كده على دخلة العيد ولا حاجه بعلبه كحك مشكل من عند العبد ولا يتوال ولا اي حدث، اي حد من البراندات الغاليه دي، احسن ما تهدي له ماتش زي ده. هيفيد بايه لو بوظ الماتش ان هو بيعتزل او ما يعتزلش؟ انا مالي، او جمهور الزمالك مالهم؟ احنا كجمهور كرة اجمالي وادارات وانديه ومختلفو، مالنا يعتزل ولا ما يعتزلش؟ ايه قصتنا؟ ايه دخلنا؟ طيب هيعتزل اخر الموسم وانت اديت له ماتش مهم وماتش صعب يكاد يكون اهم كلاسيكو في الشرق الاوسط، باظ الماتش، اخطاء تحكيميه كارثه. حضرتك هتعمل ايه؟ هيبقى ايه وجهه نظر حضرتك؟ طبعا تصريحات ملهاش اي 30 لازمه وفلسفه غريبه من اتحاد الكره بتطلع ومن رابطه الانديه. يعني واحد زي رابطه الانديه اللي طلعت وافقت ان الماتش 2 السعوديه لما كانت هتلعب في السعوديه، وهم مش حافظين او مش عارفين الفيفا او القوانين الفيفا بتقول ايه. فده حوار. ده الانيل من ده كله انك تجيب لي واحد زي كابتن محمد عادل وتحطه لي في الفار. طب ده محمد عادل ده ليه الاحتواء، ده ماتش الاحتواء 5-3، ده قصه تانية. فتجيبه هو كمان تحطه لي في اوضه الفار؟ يا جدعان انتوا فين عقولكم يا جدعان؟ ولا انتوا بتفكروا ازاي؟ ولا انتوا بتعملوا ايه؟ مفيش واحد عايز ينضج بصناعه زي صناعه الكوره في الوقت الحالي بيعمل الاخطاء الكارثيه اللي البهوات اللي عندنا بيعملوها. يكاد يكون الموضوع سواء لجنه او عفوا حكم الساحه اللي هو كابتن ابراهيم نور الدين وحكم الفار اللي هو كابتن محمد عادل، الجانب الاهلاوي والزملكاوي اصلا رافضينه. طب انتوا ما فكرتوش 3 ثواني قبل ما تاخدوا قرار زي ده؟ 3 ثواني بس، 3 ثواني قبل ما تودي الجمهور في حته تانية والجمهور يبدا دماغه يشتغل وتشوف ابراهيم نور الدين ومحمد عادل وماتش الاحتواء. ده حوارات ملهاش اي 30 لازمه. يعني انت متخيل قرار يطلع زي ده؟ طب انت عندك كابتن محمود البنا، حكم ممتاز جدا وحكم ماتش اهلي والزمالك قبل كده ما كانش فيه اخطاء، والماتش طلع في منتهى الشياكه. ايه الفكره ان انت تعين لي كابتن ابراهيم؟ اصل هيعتزل يا عم، ما يعتزل انا مالي؟ وعايز بتهديه على حساب الجمهور وعلى حساب الفريقين؟ وانت عارف ان ده ماتش مهم. اليس فيكم رجل حكيم؟ يا اخوانا بالله عليكم فكروا شويه، فكروا. انتوا لسه محطوطين في كارثه دلوقتي. فيتوريا بيطالب او المحامي بتاع فيتوريا عايز 4 مليون و600 الف دولار قيمه عقد فيتوريا بالكامل علشان البهوات بالجدوله اللي اتفقوا عليها ما سددوش اول جزء. فبالتالي محامي فيتوريا باعت ان هو عايز قيمه العقد بالكامل. بتتكلم في 4 مليون و600 الف دولار. حضرتك تكلف الدوله لمبلغ زي ده بخطا التعاقد مع المدير الفني وانك تعمل له عقد زي ده اصلا، وخلاص مشي الراجل وزي الفل. الجدوله بتاعته ما تمتش ليه؟ الجدوله بتاعت العقد بتاعته الراجل ما خدش الفلوس ليه؟ فضلتوا ساكتين ليه؟ طب افرض الراجل صعد الامر للفيفا، هيبقى شكلكم ايه؟
بغض النظر خد مصعد الموضوع ما صعدش ال 4 مليون دولار و600 الف دولار ليه يدفعوا في مدير فني زي ده ما لهوش اي تجارب فنيه مع منتخبات قبل كده، ما دربش في افريقيا، مش عارف الاجواء في افريقيا عامله ازاي، رحت جبتهولي وقلت لي اصل دوت مدير فني محترم، مدير فني لسه فيه كويس، ده الاهلي كان هيفاوضه، هم قالوا احد الانديه ما ذكروش الاهلي، والاهلي فعلا كان بيفاوضه. طيب رحت انت جبته هيأت له الجو العام وظبطت له حاله والدنيا معاه زي الفل، فشل معاك فشل ذريع. ولما تروح تتفقوا على جدولة المستحقات ما تدفعش اول قسط، فبالتالي الراجل يرفع عليك قضية. يا ديني يا ديني على اللي بيحصل يا جدعان، على القرارات الغلط من اللي ماسكين الكرة عندنا في مصر واللي هما بيعملوا فينا. ليه يا جدعان كده؟ ليه يا جدعان كده؟ ده انت مش هقول لك العرب ولا السعوديه، مش هقول لك تبص على السعوديه واللي بتعمله السعوديه في الكوره عندهم، ده يا جدع بص على افريقيا، بص على الاتحاد المغربي ووليد الركراكي اللي استثمروا فيه، بص على ساحل العاج لما الراجل المدير الفني البديل للراجل الاجنبي مسك معاهم المنتخب وخد الكاس في الاخر. عندك منتخبات كتير جدا لازم، وعندك اتحادات كتير لازم تبص عليها وتتعلم من التجارب بتاعتها. مش عيب ان انت تبقى فاشل او ما عندكش فكر فتبص على تجارب ناس ناجحه وتتعلم منها، بالعكس ده هيفيدك انت. ليه؟ لانك هيبقى اسمك انت اللي نجحت، واسمك اللي هيعلى وهيعلم وهتنجم وهتبقى نجم كبير. عادي ممكن نعمل كده، ممكن نشتغل كده بدل ما نشتغل بالفهلوه وفي الاخر بنشيل احنا الطين. ومش انتوا بس، ده جمهور الكره في مصر. خلينا في توقعات الماتش، وخلينا في الفيديو او في النقطه اللي انا كنت حابب ان انا اتكلم فيها مع حضراتكم، واللي انا مستني تعليقاتكم وتوقعاتكم على الماتش بتاع بكره ان شاء الله ما بين اهلي وزمالك او زمالك واهلي. وان شاء الله نقول صاحب التوقع الصحيح ان شاء الله هنقول اسمه في الفيديو بعد الماتش باذن الله، ونعمل فيديو جميل جدا مع بعض باذن الله. خلينا ناخدها كده حته، نبدا بالزمالك الاول. الزمالك خلاص انت جاي من انتصارين ورا بعض. اول حاجه انت خلاص راجل هتلعب في السيمي فاينال بتاع الكونفدراليه، فدي لحد ذاتها انت الموسم بتاعك كارثي الموسم اللي فات، او الموسم ده مش باين له ملامح لحد وقتنا هذا مع الزمالك. فانت انك تتاهل لبطوله مهمه زي بطوله الكونفدراليه وتلعب سيمي فاينال قدام دريمز الغاني، فدي خطوه كويسه جدا. لو جيت استهل وشفت كتاريخ زمالك او كجوده لعيبه زمالك مع دريمز الغاني، مع احترامنا كله لغانا والمنتخب غانا، بس في اختلافات كتير جدا، في فوارق كتير جدا، في فوارق في الامكانيات، في فوارق في الكواليتي بتاع اللعيبه. لعيبه الزمالك حرفيا دلوقتي او اللعيبه اللي موجوده داخل نادي الزمالك وفريق الكوره في نادي الزمالك بقت لعيبه كوره، بقت لعيبه انت تحب او كجمهور زمالك حابب يتفرج عليهم، حابب يستمتع بالمشاهده بتاعتهم. بتتكلم في احمد ابو الفتوح، بتتكلم في احمد حمدي اللي هو بالنسبه لي يعني واخد صدمه كبيره قوي ان انت كاداره اهلي ما قدرتش تحافظ على لاعب بجوده احمد حمدي. عندك ناصر ماهر، عندك عبد الله السعيد، وعندك شيكابالا. يمكن الخط الضعيف من وجهه نظري في الزمالك دلوقتي هو خط الهجوم، لان انت على الرغم من كم التدعيمات اللي دعمتها، انت زي ما يكون نسيوا يجيبوا مهاجم او استكفوا بسيف الدين الجزيري وناصر ماهر وسامسون. طيب هل الزمالك او هل الفريق الكوره الموجود حاليا في الزمالك مش محتاج له مهاجم تقيل؟ رد عليا في التعليقات، رد عليا، وحابب اسمع تعليقات حضراتكم في الجزء ده بالذات. طيب هل سامسون وهل ناصر منسي وهل سيف الدين الجزيري على مسؤوليه كامله او لعيبه في مركز الهجوم تشيل الفرقه اللي موجوده حاليا، ولا شايف ان في لاعب تاني يبقى موجود احسن من الثلاثه اللي موجودين؟ اللي بدأ يدخل في الصورة مع جوميز هو سامسون اللي كان عليه غضب شاسع، وكانت الإدارة أو كانت الجماهير عفوا بتتهم مجلس الإدارة السابق إن هو إزاي تجيب لي لاعب زي ده. الراجل أول ما جوميز مسك الفريق من جديد الراجل بدأ جسمه يظبط، خس، بدأ ياخد دقايق معدودة إلى حد ما ليه بصمة. أنا مش عامل لي أو أنا يعني اللي هاممني في الحوار بتاع الزمالك ده كله أو فريق الزمالك بمعنى أصح هو لعيب واحد، وهو احمد حمدي. احمد حمدي انا فاكر انت حسام خالد كان ليه تصريح شهير جدا بيقول لك ايه، ان انت لما جيت سال عن مين خليفته في الملاعب قال لك احمد حمدي. احمد لا حمدي من استايلات اللعيبه الحريفه، اللعيبه اللي هي بتاعت شوارع بتاعت زمان، اللعيبه اللي انت تحب الكره تيجي في رجليهم، يعمل لك باص، يعمل لك ثرو. فبالتالي انا كنت شايف ان احمد حمدي يستحق تواجد داخل الاهلي،
واحمد حمدي لو موجود مع كولر دلوقتي او لاعب بامكانيات احمد حمدي موجوده مع كولر في الوقت الحالي، كان الوضع اتغير تماما. تخيل انت يا عزيزي واحد بكواليتي زي احمد حمدي مع وجود امام عاشور في فريق الاهلي دلوقتي، فالموضوع كان هيبقى في منتهى الجمال. اما انت بص بقى، انت لما يكون كده تقول ايه مصائب قوم عند قوم فوائد. حرفيا الزمالك محظوظ، او جماهير الزمالك محظوظه انها عندهم واحد بامكانيات احمد حمدي، لاعب انت تحب الكره في رجليه، لاعب مالوش كتالوج معين في قلب الملعب، يخطف لك ثرو، يخطف لك شوطه زي الجون اللي جابه في اخر ماتش في الكونفدراليه قدام فيوتشر. جالك من ورا لقدام ببسطين ثلاثه، حط نفسه في منطقه ال 18 بتاعت فيوتشر وسجل لك الهدف. فده اللعيبه اللي انت تعمل له حساب عند الزمالك. هم الفريق كله اصلا دلوقتي في نص الملعب بقى فايق، بقى عندهم خلاص يعني فاقوا من الغيبوبه اللي هم كانوا فيها في الفتره اللي فاتت من قبل جوميز. دونجا رجع يقف على رجليه تاني، فتوح بدا ياخد دقايق، بقى فعلا باك شمال محترم من ايام المنتخب والايام اللي فاتت. ففتوح فهو حرفيا باك شمال محترم. طيب هل غيابات الاهلي هتاثر ولا هل الاهلي بالمنحدر؟ انا من وجهه نظري ان انت مهما كان الفريق فانت معتمد على اسامي معينه في الفريق، فبالتالي بتلاقي ان في لعيبه معينه وقعت منك، اللعيبه اصابات وايقافات، فانت كمدير فني بقى بتبقى خلاص شايل هم، طب ما انا كان معايا فلان وكان معايا علان، فبتلاقي مره واحده ان اللاعب ده سقط منك. يعني اصابات الاهلي وصلت تقريبا لسبع او ثمان لعيبه موجودين حاليا، من اول حراسه المرمى لحد مركز الهجوم. تتكلم في بيرسي تاو اللي مشاركته هنشوفها النهارده هو وعلي معلول، بتتكلم في الشناوي، بتتكلم في ياسر ابراهيم اللي بيكون حاضر حرفيا في كل ديربي. وجود ياسر ابراهيم في ماتشات الزمالك بتبقى فارقه معاك في خط الدفاع بشكل كبير جدا، وبتبقى مدياك الافضليه على خط هجوم الزمالك. ياسر من اللعيبه اللي هي عارفه اساسيات المركز بتاعها، لا بيهتم بلقطه ولا بيهتم بشو، هو راجل مدافع، هو راجل مدافع، يعني مش هيفرق معاه ان هو يرقص، ان هو يعمل باصه حلوه، لا، واهم حاجه عنده ان هو يقوم بالوظائف بتاعته اللي هي الاساسيه. ففي وجود ياسر في ماتشات اهلي والزمالك كانت بتدي الافضليه لخط الدفاع بتاع الاهلي على خط هجوم الزمالك. تتكلم عندك امام عاشور، وشفنا قد ايه امام عاشور غيابه اثر على نص الملعب الهجومي بتاع الاهلي في الماتشات، وكولر دلوقتي بقى حاطط ايده على قلبه الوحيد. ومروان عطيه اللي خلاص هو كمان مشاركته بتزداد مع الوقت، وده كمان مروان عطيه اللي كان هيغيب كان هيبقى بص بقى ده الحوار، ده الحوار في يعني ايه في دماغ كولر، ما هي مش ناقصه، مش ناقصه لسه كوكا عفوا، لسه كوكا محتاج يعني ينشف شويه، ينشف. ده من وجهه نظري. لما بيلعب، لما كولر بيستخدمه 4-3-3 بيبقى كوكا بيلعب قدام مروان عطيه ما بيبقاش احسن حاجه. وانا من وجهه نظري خير بديل لمروان عطيه هو كوكا في رقم 6، لكن انك تطلعه قدام 8 مش حتته. ليه؟ لانه ما بيمتاز بالباص الطويل، ما بيمتاز مثلا بالشوطه، فهو الراجل بيقطع الكور وبيسلمها بشكل كويس، بيلعب لاقرب واحد ليه، فهو في الحته دي كويس قوي. لكن انك تلعبه 8 مكان امام عاشور او جنب السوليه فمش حتته ومش مكانه. بعد ما جماهير النادي الاهلي شافت المستوى العظيم اللي كان بيعمله او كان اللي بيقدمه عمر كمال عبد الواحد قدام نادي زد، ويكاد يكون جماهير النادي الاهلي بتتغنى بعمر كمال في الاوفرات اللي بيعملها، في ان هو يقطم لجوه ويخش يشوط، والمستوى يعني الجميل اللي كان بيقدمه عمر كمال عبد الواحد. وكأن جمهور الاهلي مش مصدقه نفسها، وكأن جمهور الاهلي مش مقتنعه ان ده هو المفروض ان ده اصلا يبقى ده هو الباك رايت النموذجي يعني للنادي الاهلي، هو ده الباك، هو ده وظيفه الباك. بس احنا مظلومين، مظلومين ان احنا بنشوف محمد هاني، مع احترامنا ليه، هو محمد هاني كويس جدا في الوظائف الدفاعيه، بس كوظائف هجوميه مش موجود تماما غير في ماتشات كاس العالم، عشان بس نديله حق. تمام. لكن ان محمد هاني يخش ويرفع لك اوفر بنفس التكنيك اللي بيرفعه عمر كمال عبد الواحد، والاوفر يبقى متسقط في المنطقه بتاعه الجزاء بالشكل دوت بالقوه دي، فدي مش موجوده في محمد هاني. محمد هاني مش موجود فيه ان هو يقطم لجوه ويشوط برجله اليمين او الشمال، هو بيشويط بس بيطيرها في المدرجات، فبالتالي انا مش مستفاد منه. فبالتالي جماهير الاهلي بدات تطالب بوجود عمر كمال عبد الواحد افضل من محمد هاني. وانا معاك بصراحه، وانا بيني وبينك ان يعني احنا معانا حق. ليه؟ لان انا ما شفتش الكواليتي ده من زمان جدا، فبالتالي لما يجي لي واحد بامكانيات عمر كمال فلازم امسك فيه، لازم امسك فيه بايدي واسناني واتغنى بيه وبص واطلعه سبع سما.
انا ما عنديش حد زي ده. انا من زمان جدا، بقالي مثلا بتاع سنتين ثلاثه او من بعد احمد فتحي، انا ما شفتش حد بالامكانيات بتاعه عمر كمال. الراجل لما بيلعب ناحيه الشمال برضه بيأدي، بيبقى عامل ماتش في منتهى الجمال. فخلاص بقى احنا مطالب، او احنا يعني او احنا كجمهور اهلي، لا لازم عمر يبدا في اي ماتش من الماتشات الجايه. لازم نستفيد بقيمه عمر كمال في الملعب. عمر كمال سواء باك، سواء وينج، سواء في نص الملعب، هتعرف تستخدمه لما يبقى معاك لاعب جوكر بالجوده بتاعت عمر، فانت بتبقى بص معاك كنز، وهو اصلا لعيب فعلا يستحق التواجد في النادي الاهلي. عايز اشوف كهربا في الوينج، انا مش عايز اشوف كهربا مهاجم، انا عايز اشوف وسام ابو علي هو المهاجم. عايز اشوف حتى موديست يا اخي، عايز اشوفه هو المهاجم. بس فكره ان انا اشوف كهربا في المهاجم وهتخليه بقى وانسى حته الوينج الكهربا دي بعد ما خلاص بقى توفر عندي مهاجم واثنين، فمش عايز اشوف كهربا انا مهاجم تاني. ليه؟ هو معروف كهربا بيجي لك من الوينج وبيفضي نفسه وبيفرق كده من المدافعين وبيخلق نفسه في منطقه فاضيه قدام ال 18 قدام ال 6 يارده، بيعرف يهدف. تمام. لكن انك تخنق كهربا وتخنقنا وتضييع فرص وكلام فاضي في ماتش مهم زي ده، فملهاش لازمه. وسام ابو علي قدم ورق اعتماده لكولر وللجماهير، فانا احب اشوف وسام ابو علي واشوف كهربا على الشمال واشوف رضا سليم على اليمين. هي دي هو ده الثلاثي الامثل لخط هجوم الاهلي بكره قدام الزمالك. عكس كده هنضيع وقت، ونضيع وقت والله اعلم بعد تضييع الوقت هنندم قد ايه. الحوار مش محتاج فزلكه، هو كده كده اصلا مع الخط او مع الفريق الكامل اللي عندك بالثمان او تسع لعيبه غايبين، فهو ده التشكيل المناسب اللي هو هتبدا بالهجوم بالذات دون النظر عن خط الوسط. هتبدا بكهربا ووسام ورضا سليم. غير كده فاحنا هنضيع وقت. حته ان انا اجيب كهربا وباكد عليها بدل المره مليون مره، لان كهربا وينج، اجيبه كهربا من الوينج احطه في مركز الهجوم واضيع بتاع 68 70 دقيقه على الفاضي من غير ما انا استفاد بلاعيبه، بالعكس ده انا بخسر لاعب كمان، فهحط نفسي في مشاكل. فايه انا غنى عنها. بس كده. استني توقعاتكم على الماتش في تحت في التعليقات، وزي ما قلت التوقع الصحيح او الاقرب للنتيجه هطلعه بكره في الفيديو اللي بعد الماتش باذن الله تعالى. وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه، ما تنساش تضغط على اللايك. مستني تعليقاتكم على الماتش ان شاء الله تحت في التعليقات. كان معكم احمد اسامه من المدرج، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.